الحمد لله على السلامة يا جماعة. إن شاء الله هننزل نجمع جنب الباص كده والشنط بتاعتنا بالعربيات وندخل مع بعض فوق واحد. محدش يروح كده ولا كده، نلتزم ببعض يعني. محدش يحاول يختلف عننا يعني إن شاء الله. بإذن الله. عشان بس ما يضرش ونقعد ندور عليه وكده. تسيبيني بقى يا كلمة أطلع هنا. أهلا بكم على متن طائرة السعودية. من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعد تعليمات السلامة التالية. يوجد تأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية وإغلاقها بإحكام مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج العلوية تفاديا لسقوط الأمتعة، ووضع المتعلقات الشخصية الصغيرة تحت المقعد الذي أمامكم. يمنع وضع الحقائب في الممرات أو عند مخارج الطوارئ. لسلامتكم يجب وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على وضع الطائرات، كما يمنع استخدام الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد طوال الرحلة. يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى. في حال سقوط جهازك الإلكتروني داخل المقعد يرجى عدم تحريك المقعد وإبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب أن تكون أحزمة المقاعد موجودة الآن. لربط الحزام أدخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام. لفك الحزام ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن بعضهما. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبته على الأنف والفم. ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم. أبق القناع إلى أن يبلغك ملاح المقصورة بنزعه. في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالة الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة، رجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. إذا كان إجراء الطائرة ضروريا ستضاء الممرات بأنوار ترشدك إلى المخارج. قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية، ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام الزلاقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه. عند صدور التعليمات البس السترة من جهة الرأس وربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكما. عند المخرج انفخ السترة بسحب الشريطة إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا ثم اتبع تعليمات الملاحين. لمزيد من المعلومات يجب الاطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم أو بجانبكم. عند جلوسك في أحد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ يتوجب عليكم قراءة التعليمات المتواجدة هناك. إذا أردت الضيوف الذين ينوون أداء العمرة بعد انتباهكم طبعا سوف نمر في قاعة الإحرام بعد 18 دقيقة من الآن. تقبل الله طاعتكم.
الصور الواجبة مش احنا نصورها 18 minutes from now. بسرعة الصور الدجال. التوقيت المحلي يشير إلى 12 دقائق صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية 13 درجة مئوية. طبعا لسه نزل درجة القاع درجة الحرارة المقاعد نيابة عن السعودية وسكايتيم وحلفائنا حول العالم نشكركم في شركة الرحلة معنا. لقد سعدنا بوجودكم ونعمل لنا رقم قريبا على welcome to King in the morning at the outside temperature is 3 degrees. We would like to ask you to keep Thank you for your sharing journey with us. We have Thank you and have a nice day. وين يا بيه عشان نبعتها لأحمد.